مرحبا بكم في قناتنا. اليوم سنتحدث عن موضوع شيق وممتع، وهو أساسيات تربية السمك للمبتدئين. إذا كنت تفكر في بدء هواية تربية الأسماك فأنت في المكان الصحيح. دعونا نبدأ. الجزء الأول: اختيار الحوض. أول شيء يجب أن تفكر فيه هو اختيار الحوض المناسب. الحجم: يفضل أن تبدأ بحوض سعة 20 لتر على الأقل. كلما كان الحوض أكبر كلما كان من السهل الحفاظ على جودة المياه. النوع: هناك أنواع مختلفة من الأحواض، مثل الأحواض الزجاجية أو أحواض بلاستيكية. الأحواض الزجاجية هي الأكثر شيوعا لأنها أكثر متانة وسهلة التنظيف. الجزء الثاني: تجهيز الحوض. بعد اختيار الحوض حان الوقت لتجهيزه. الفلتر: تأكد من وجود فلتر جيد للحفاظ على نظافة المياه. الفلتر يساعد في إزالة الشوائب والمواد الضارة. السخان: إذا كنت تخطط لتربية أسماك تحتاج إلى مياه دافئة، خصوصا في فصل الشتاء، ستحتاج إلى سخان للحفاظ على درجة حرارة المياه المناسبة. الديكور: أضف بعض النباتات والأحجار لتوفير أماكن للاختباء، هذا يساعد على تقليل التوتر لدى الأسماك. الجزء الثالث: اختيار الأسماك. الآن دعنا نتحدث عن اختيار الأسماك المناسبة لك ولحوضك. الأنواع المناسبة للمبتدئين: غالبا هناك العديد من الأنواع، مثل سمك الجابي، سمك النيون أو سمك الكوي. هذه الأنواع سهلة العناية وتتحمل ظروف المياه المختلفة. عدد الأسماك: لا تفرط في عدد الأسماك. قاعدة عامة هي 1 بوصة من السمك لكل جالون من المياه. الجزء الرابع: الحفاظ على جودة المياه. الحفاظ على جودة المياه هو أمر أساسي وضروري لابد منه. اختبار المياه: استخدم مجموعة اختبار المياه للتأكد من مستويات الأمونيا والنيترات والنيتريت في الحدود الطبيعية. تغيير المياه: قم بتغيير 10 إلى 15% من مياه الحوض أسبوعيا للحفاظ على نظافة الحوض ونقاوة الصورة. الجزء الخامس: التغذية. التغذية السليمة مهمة جدا لحياة أسماكك. اختيار الطعام: استخدم طعاما مخصصا للأسماك التي تربيها. تأكد من عدم إطعامها أكثر من اللازم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلوث المياه أو موت الأسماك. جدول التغذية كالتالي: قم بتغذية الأسماك مرتين يوميا بكميات صغيرة. وهكذا، هذه كانت بعض الأساسيات لتربية الأسماك للمبتدئين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى حول الحيوانات الأليفة. وإذا كان لديك أي أسئلة اتركها في التعليقات أدناه. وشكرا لمشاهدتكم، ونتمنى لكم تجربة رائعة في تربية أسماك الزينة، وشكرا.